جشع التجار من عند الفرجاني هقول لكم على الاسعار. بس قبل ما اقول لكم على الاسعار لازم اقول لكم حصل معايا ايه في المكان ده. انا اول ما دخلت هنا لقيت اسعار المكان غير اي مكان تاني خالص. فانا بحب دايما من اللي اجيب منه في بيتي اجيب منه لاهلنا وناسنا في الشارع المصري. فجبت شويه حاجات كده هوريها لكم في الفيديو اللي جاي. بس قبل ما نقفل معايا شخص شغال في المكان هنا هو يقول لنا الاسعار هنا عامله ازاي. تعالى معايا بص للكاميرا قلت لنا ليه الاسعار هنا عندكم عامله كده. حضرتك الفرجاني دوت من زمان دايما يعمل عروض، والاسعار هنا في متناول الجميع. الفقير والغني بيجوا يشتروا، واحنا ذات نفسنا شغالين في المكان بناخد الحاجه بتاعتنا من المكان، واقل اسعار هتلاقيها موجوده دايما عند الفرجاني، وعروض دايما بيعملها. يعني العروض والاسعار دي حقيقيه دايما. حقيقيه دايما طب في متناول ليه الجميع. الناس بقت جشعه بطريقه انا مش متخيلها؟ انا رحت كذا ماركت لقيت الاسعار اغلى من هنا بكتير. ليه بقى؟ هو بيبقى جشع تجار بقى، كل تاجر بيبيع حسب دماغه وبيستغل الناس يعني ده جشع مننا. ده جشع من الناس ذات نفسها من التجار. طب وليه الفرجاني بيبيع بالاسعار دي؟ ليه ما تجشعش زي بقيه الناس؟ هو ما بيتجشاش، هو دايما من زمان معروف ان هو اسعاره قليله وبيعمل عروض وبيبيع بما يرضي الله، يعني ما بيتجشاش زي بقيه التجار. ومن احسن الهايبر اللي ممكن تخش تشتري منه حاجتك وتلاقي كل اللي انت عايزه موجود جوه، والاسعار في متناول الجميع، غني فقير اي حد عايز حاجه يخش يلاقيها جوه موجود. انا صاحبي بشكرك وبشكر المكان وصاحب المكان وبشكر كل الناس اللي ساهمت في الخير. يا ريت كل الناس تشرفنا في الفرجاني وتيجي تشتري طبعا الحاجه ده من بعد اللي انتوا بتعملوه اكيد الناس دايما بتحب الحاجه البسيطه اللي سعرها كويس. وانتوا ما شاء الله الكواليتي عندكم عالي والحاجه نظيفه وسعرها كويس. عند غيركم السعر اقوى من كده واعلى من كده، انت عارف ليه؟ خير ان شاء الله، خير باذن وانا الله. اتشرفت بيه. حبيبي حبيبي يا حمو، حبيبي يا صاحبي، ماشي حبيبي. يا استاذ.